ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن رسم جسم الانسان. تمام. الموضوع كأني بقول رسم جسم الانسان دي يعني اللي هو ايه، فجأة تطلع من الفيديو انت برنس، يعني لا، هي مش هتبقى كده. بس ان شاء الله هنحاول مع بعض نفهم ازاي على الاقل ابدأ اتعلم رسم جسم الانسان، لان في ناس كتير مشكلتها هي مش عارفة فين البداية. فاحنا مع بعض هنحاول نشوف الدنيا ايه ماشية ازاي. طيب انا كنت الفيديو اللي فات كنت بحاول اشتغل باسلوب معين كده، اللي هو انا هشرح كل حاجة. هستخدم الكتاب وهتكلم فيه صفحة بصفحة. بس الموضوع ده لقيته زي كأن انا بالظبط جاي اشرح لحضرتك البرنامج ده، فباجي مثلا اقول لك ايه، والله البرنامج ده بيتكون مش عارفه من تاسك بار، وبيتكلم من البار اللي في الجنب ديت اللي فيها الاوامر، وبيتكلم مش عارفه فين، ونفتح فايل ديت اول واحده وابدا اشرح لك كل امر هنا بيعمل ايه، في حين ان انت ممكن ما تبقاش اصلا بتستخدم تلات ارباع الفيتشرز دي، يعني مش هتفرق معاك في شيء. بس في ناس بتحب كده. بس الموضوع طويل جدا ومرهق جدا، وانا مش شايف ان هو ده الاسلوب الامثل في ان انت تتعلم. انا شايف في اسلوب تاني. ايه هو؟ ان انا استخدم الريفرنس اللي قدامي ده، وابدا اتكلم عن كل حاجة وانا ماشي. ابدا اتكلم عن كل حاجة واقف عند كل نقطة، عشان خاطر نبدأ نعرف مع بعض كل نقطة من دول أنا عملتها ليه، وهتفيدني إزاي، ومحتاج إيه عشان خاطر أوصل لها. يعني أنا محتاج أتعلم إيه عشان خاطر أبدأ أعرف أتعلم إن أنا أرسم جسم البني آدم اللي قدامي ده. طيب أنت إيه مشكلتك عشان خاطر تبدأ تتعلم جسم الإنسان؟ يا جماعة إحنا بنتكلم في شيء معقد جدا. تخيل أنت عايز تدخل وفجأة جسم البني آدم اللي قدام حضرتك ده انت عايز ترسمه من أوله لآخره بالأكيورسي، بدقة معينة، عايز الدنيا تبقى ماشية مظبوط وتمام، عايز كل حاجة تبقى بيرفكت عشان خاطر هو ده اللي انت حابب توصل له، ده الليفل اللي انت حابب توصل له. بس انا مش عايز اصدم حضرتك واقولك ان في حاجات كتير جدا جدا انت محتاج تبقى كويس فيها قبل اصلا ما تتعلم فكرة ان انا ارسم جسم الانسان. وانا هديك اول نصيحة. النصيحة ديت مش شرط تنفع لكله، بس انا شايفها تنفع. لو انت عندك لاك، لو انت عندك نقص، لو انت عندك مشكلة في الاساسيات، راجعها الاول. ولما اقول هنا اساسيات بتكلم عن البرسبكتيف اللي هو المنظور. طبعا انا شرحته قبل كده، يبقى راجع الفيديو بتاعي. ازاي البيزك شيبس او الاشكال الاساسية بتتعامل في البرسبكتيف، في المنظور بتاعي، بتتعامل في السبيس. لان لو جيت قلت مثلا ايه، عندي اكس وواي، محور اكس ومحور واي، محور س ومحور صاد، انا كده بتكلم في طول وعرض. جميل. انا بتكلم في حاجة 2D. انا مش عايز ده، انا عايز المحور التالت ده اللي هو زد، اللي هو المحور اللي هيعمل لي ايه، هيخلي لي السكوير بتاعتي، المربع بتاعي هيخليه لي ايه، هيخليه لي بوكس. انا عايز احول حاجة من 2D ل 3D. طب البوكس ده شكله عامل ازاي، او بيتعامل ازاي مع البرسبكتيف؟ يعني انا عندي خط افق اهو، تمام، الهورايزون لاين. البوكس بتاعي لو رسمته فوق هيبقى شكله عامل ازاي، لو رسمته تحت هيبقى شكله عامل ازاي، لو رسمته هنا يمين شوية شمال شوية، لو رسمته في النص هنا هيبقى شكله، وهكذا. دي حاجات لازم حضرتك تكون ايه، فاهمها كويس جدا. طيب في ايه تاني في الاساسيات غير كده؟ انا محتاج اعمل كنترولنج للبن بتاعي. يعني ايه؟ يعني القلم بتاعي انا اقدر اتحكم فيه. لما اقول ارسم دايرة ارسم دايرة، اقدر اخد خط طويل كده يبقى شكله نظيف. لان انا لو جيت فكرت ان انا مثلا عايز ارسم الوش بتاعي ده عشان اقدر اعمل الجستشر، وفجأة انا عمال اعمل كده كده كده، بعدين خط كده وخط كده ومش عارفة ايه، ده مش منظر. ده اللي احنا شايفينه ده، ده مش منظر كويس عشان خاطر نعرف نرسم بيه حاجة. المفترض البداية بتاعتها حاجة اسمها الجستشر. والجستشر هنا المقصود ان انا عايز اوصل المسج للي قدامي بالموفمنت، بالحركة بتاعت جسم البني ادم. هي الريفرنس اللي قدامك، الشخصية اللي قدامك بتعمل حركة معينة، انا عايز اوصل الحركة دي للشخص اللي قدامي بأبسط الخطوط وأبسط الكيرفات. تمام يا جماعة؟ فعشان كده لما يبقى بقول أبسط الخطوط وأبسط الكيرفات، يعني انت متخيل عندك ان دراع زي ده انا ممكن امثله مثلا بثلاث خطوط، ادي خط، ادي اتنين، ادي تلاتة.
تمام. ده خلاص الدراع بتاعي، جميل. ده الدراع بتاعي. انا الجسم البني ادم هنا ممكن اعمل كده كده، تمام، كده كده. انا خلاص ده انا عرفت ان هو ده الجستشر بتاع ده، الشكل بتاع ده، الجسم بتاعه، البلفس بتاعي بعمله ايه، قوس كده وهكذا. انا عايز بابسط الخطوط اوصل ان انا اعمل جستشر، شكل مبدئي لجسم البني ادم، عشان خاطر اوصل رسالة معينة، اقول للي قدامي خلي بالك الريفرنس بتاعي بيعمل الحركة دي وبيعملها بالشكل ده، الموفمنت بتاعته دي، الموشن بتاعته، الحركة بتاعته كده. يبقى لازم يبقى في اساسيات. طب الاساسيات انت بتتكلم في البرسبكتيف ليه؟ لان احنا بعد كده هنحول الجستشر اللي احنا قدامنا، الخطوط والكيرفز الجميلة دي، هنبدأ نحولها لبيزك شيبس، هنبدأ نحولها لبوكسز، هنبدأ نحولها لسفيرز، هنبدأ نحولها لسيلندرز، يعني ايه كور وصناديق، وهنبدأ نحولها اسمه ايه ده، لسيلندرز. ودي هتبقى اهم حاجة حرفيا، السيلندرز بتاعتي دي. طب وشكل السيلندر ده معمول كده ليه؟ ليه انا شايف الجزء اللي فوق ومش شايف الجزء اللي تحت؟ طب ليه هو كبير من هنا وصغير من هنا؟ ليه نازل تيبر كده؟ ليه شكله عامل كده؟ ليه المنظر ده؟ طب اتجاهه ده فعلا هو ده السهم، واتجاهه رايح كده ولا رايح كده؟ ويعني ايه اتجاه اصلا رايح كده ورايح كده؟ ودي من اهم الحاجات اللي احنا هنشرحها واحنا بنتكلم عن الجستشر. هتبقى فكرة ازاي نتعامل مع السيلندرز دي، لان السيلندرز دي انا ممكن اتعامل مع الريفرنس بتاعي اللي حضراتكم شايفينه قدامه ده، قدام حضراتكم ده، ممكن نتعامل معاه على انه انتوا متخيلين ان هو اسطوانة كبيرة. يعني مثلا مش يعني احنا ممكن نتعامل معاه على هيئة اسطوانات. زي مثلا انا شايف ان الجسم ده كله بشكل اسطواني كده، تمام. شايف الرجل دي اسطوانة، الرجل اللي ورا دي شايفها اسطوانة، دي الدراع شايفه اسطوانة، الدراع التاني وهكذا، الرقبة اسطوانة. فاحنا عايزين نفهم الحاجات ديت انت قسمتها لي ازاي. طب هل ممكن انا اشوفها بطريقة تانية؟ انا ممكن اشوفها ان الجسم انا شايفه، لا انا شايفه على هيئة بوكسز. ده اللي انا شايفه، انا شايفه على هيئة بوكس، وشايف دول اسطوانات. انا شايف الوش هنا او الراس هنا بتاعتي على هيئة بوكس، شايف دي اسطوانة. انت ازاي عملت لي ان انت شايف الجزء اللي فوق ده؟ طب اشمعنى انت هنا شايف الجزء اللي تحت؟ طب الهورايزن لاين، الخط الافق بتاعي فين؟ هل هو هنا ولا هنا ولا هنا؟ انا عايز افهم انت شايف الحاجات دي ازاي وشايفها ليه. طب ليه الاسطوانة من انت شايف الجزء ده بس مش شايف الجزء ده؟ ليه الاسطوانة انت شايف الجزء ده ما انت شايف الجزء ده؟ والناس اللي مش فاهمة الاسطوانة ببساطة شديدة، انا عندي اسطوانة. يعني تخيل كده، هديك مثال غبي شوية، تخيل مثلا ورقة اللفة بتاعت التويلت بيبر، اللي هو اللفة بتاعت ورق التويلت بتاع الحمام ده، المناديل بتاعت الحمام، لما تخلص خالص بتلاقي في الاخر كده ايه، اسطوانة كده، اسطوانة كرتون كده. خدها وحطها قدام عينك، على مستوى نظرك انت حرفيا هتشوف كده. هتشوف ايه كده؟ يعني انت شايف مستطيل قدامك. بس لو جيت قلبتها الناحية دي او قلبتها الناحية دي، ناحية اتجاه وشك، يعني انت ماسكها قدام بايدك كده، مادد ايدك وماسكها قدام، وفجأة قلبتها ناحيتك، لما تيجي تقلبها ناحيتك هتبص تبدأ تشوف الايه، الشكل ده، هتبدأ تشوف الاتجاه ده، هتبدأ تشوف دي. لو قلبتها الناحية التانية، تمام، هتبدأ تشوف العكس خالص، تمام، هتبدأ تشوف كده. طيب ايه الفكرة؟ يعني انا قلبتها هنا بدأت اشوف ده، قلبتها الناحية التانية بدأت اشوف اللي تحت. طيب انا عرفت الحاجات دي منين؟ دي يا جماعة فكرة البيزك شيبس، وازاي بقدر اتعامل معاها عشان خاطر اقدر ارسم الجستشر. طيب في حاجة تانية هتبقى مهمة جدا جدا، حاجة اسمها الرابين لاينز، او الخطوط او الكيرفز اللي بتلف حوالين الاوبجكت. يعني ايه؟ يعني انا مثلا عندي اسطوانة زي دي، هل اعمل الخط يلف كده ولا يلف كده؟ طب انت هتقولي هو ايه الخط ده اصلا؟ تخيل حضرتك انا عندي الرجل دي وعايز ارسم شورت زي ما هي لابسه الشورت اللي قدامي ده مثلا، هل الشورت بتاعي لفته هتبقى كده، تمام، ولا لفته هتبقى العكس، ولا لفته هتبقى كده، تبقى كده ولا هتبقى كده؟ لو جينا قربنا شويه، الشورت هنا الشورت عشان مشدود لفته كده، بس هو طبعا ما بيمشيش كده. الرجل بتاعتي هنا
لو مثلتها على انها سيلندر هتبقى بالمنظر ده. شايفين الكيرف بتاعي ده؟ الشورت بتاعي او اي ملابس هلبسها هتبقى ماشية بنفس النظام ده، نفس الكيرف ده. طيب لو عندي الرجل ماشية كده هتبقى ماشية معاها كده. طب انا عرفت منين ان هي ماشية معاها؟ طب الرجل دي طالعة قدام ولا راجعة لورا ولا قدام؟ يعني انا عايز امثل مثلا ان ديت تبقى سيلندر، تمام. انا عايز ارسم الرجل دلوقتي لما اجي هعمل البيزك شيبس، او حتى وانا برسم الجستشر بتاعي انا عايز خاطر اعمل دي على هيئة اسطوانة. طب انت عرفت منين ان انا شايف الجزء اللي تحت؟ لان الرجل هنا طالعة لقدام. تخيل انا زي ما قلت لك ادي الاسطوانة اهي بدأت تطلع قدام، طلعت قدام هنا، فانا هبدأ اشوف الجزء اللي تحت. خلاص هي جت ناحيتي، تمام. فهبدأ اشوف الجزء اللي تحت هنا. يبقى معنى كده اي كيرف، اي حاجة هتبقى فوقيها هنخليها تمشي مع الدوران بتاعي ده اللي انا شايفه. طب الرجل اللي ورا دي، الرجل اللي ورا ديت هتبقى بالمنظر ده كده. طب ليه انا شفت الجزء ده؟ لان الرجل دي راجعه لورا، وطالما راجعه لورا يبقى دي مايله لقدام كده، فانا شايف الجزء ده. فاللفه بتاعتي هتبقى كده، زي ما الشورت بتاعي لافف كده. اللفه بتاعتي هتبقى كده، بتتبع شكل الاوفل ده، تمام. طيب الحاجات دي مفيدة في ايه وانا برسم الجستشر؟ الرابن لاينز ديت هتفرق معايا وانا برسمها، فدي جزئية لازم نبقى واخدين بالنا منها. طيب عايزين نتكلم في حاجة تانية. انا دلوقتي عرفت البرسبكتيف ان هو مهم جدا جدا معايا، ده من اهم الحاجات. وفي نفس الوقت الرابن لاينز. طب في حاجة تانية اسمها ايه؟ اسمها الاوفرلابس. الاوفرلابس يعني ايه؟ لو في خط راكب على خط، خط مكمل وخط مش مكمل. يعني ايه اوفرلابس؟ الاوفرلابس هنا المقصود بيه ان في حاجه مكمله وحاجه هتقف. زي ايه كده يا جماعه؟ شايفين الخط ده مثلا الريب كيج او القفص الصدري بتاعي، تمام. هو اللي مكمل وده اللي وراه، ده بيمثل لي حاجه. يعني انا لو جيت رسمت كده ورسمت دي وراها وجيت كملت كده، ادي الخط اللي في النص اللي هو بتاع جسم البني ادم ده، انا خلاص عرفت ان هي ايه. ده طالع لقدام شوية، انما الجزء ده راجع لورا، بسبب بس الحتة دي، بسبب الجزئية دي. فده مهم جدا ان انا اعرف فكرة الاوفرلاب، ايه فوق ايه او ايه راكب فوق ايه. لان لما اجي اتكلم عن بقى الماسلز اللي انا عايز بقى، لان الجسم مليان عظم وماسلز فوقيها، عضلات فوقيها، في فايبرز، في الياف، في فاتس دهون، في تندنز، في اربطه، في حاجات كتير. فالحاجات ديت لما بتركب فوق بعضها انت لازم تعرف امتى ايه تحط الحاجه. زي مثلا الجزئيه مثلا دي، الخط بتاعي ده، تمام، ده اللي مكمل عشان يرسم الايه الرجل بتاعتي. طب لو هو العكس الموضوع هيبقى مختلف تماما. يعني مثلا تخيل حضرتك ده اللي مكمل، ايه المنظر ده بقى؟ ففي حاجات لازم تبقى واخد بالك منها، فكرة الاوفرلابس، وديت هنعرفها برضو قدام واحنا ايه بنرسم. يبقى انا اتكلمت عن البرسبكتيف، اتكلمت عن الاوفرلابس، اتكلمت عن الرابن لاينز. وهقول لكم على حاجة كمان وانا شايفها، يعني مش هقولك لو انت عندك لاج في الاساسيات فانت مثلا اتعلم الاساسيات وتعالى هنا، اتعلم الاساسيات وبعد كده اتعلم ازاي ارسم بورتريه. من الاخر، ازاي ارسم بورتريه. طيب ايه اللي هيفيدك وانت بترسم بورتريه؟ انت هتقولي يا عم الحاج انا عايز اتعلم جسم البني ادم، ده على اساس جسم البني ادم ده من غير دماغ يعني. اللي نفترض ان انت بتقول لا انا مش عايز بورتريهات، انا عايز اتعلم جسم الانسان. انا قدامي جسم الانسان فيه مليون حاجة، يعني زي ما انتوا حضراتكم شايفين فيه مليون حاجة حرفيا ممكن تتعلمها. انما البورتريهات انا بتكلم في حاجة واحدة بس اللي هي الراس بتاعت البني ادم، ومع ذلك هتلاقي فيها عظم، هتلاقي فيها عضل، هتلاقي فيها اربطة، هتلاقي فيها فايبرز الياف، تمام. هتلاقي فيها داخل برسبكتيف بشكل قوي جدا، حول لبوكس اهو. وانا الجزئيه دي مهمه قوي بالنسبه لي، انا عايز اعرف البرسبكتيف بتاعي مفيد ازاي وانا برسم وش بني ادم، او مفيد ليا ازاي وانا برسم جسم بني ادم، مفيد ليا ازاي.
ادي حاجه اسمها البرسبكتيف. انا عندي مثلا الكونستراكشن، انا دلوقتي لو جيت قلت ان ده الجستشر بتاع الوش بتاعها، طبعا في واحد يقول لي يعني ايه الجستشر؟ الجستشر ده اعتبره ان هي البادره، هي البدايه بتاعتك. انا زي ما قلت لك انا بحاول اعرف اللي قدامي، شايفين الوش ده؟ انا بحاول اعرف اللي قدامي تمام ان الوش بتاعها، خلي بالك شوف بس مجرد خط كده الكيرف بتاعي ده، انا بقول لحضرتك ان انا لو جيت اعتبرتها بوكس زي ده، البوكس اللي حضرتك شايفه ده انا شايف الايه الوش من تحت، لان انا شايف الدقن بتاعتها وهي رافعه دماغها لفوق شويه، وفي تلت كمان. تلت يعني ايه؟ يعني البوكس بتاعي ده كمان هيجي بالمنظر ده كده، هيجي مثلا بالشكل ده كده، لو بنتكلم يعني ايه اكيرت بدقه. جميل. طيب انا مثلت الجستشر بتاع ادي وشها اهو، دماغها هي زي ما هي مرسومه، والكيرف بتاعي ده اعتبره ان هما الخطين دول. انا خلاص عرفتك ان في ايه، بقول لك اهو خلي بالك انا مثلا هرسم هنا الحاجب وهنا الحاجب التاني، وهاجي هنا ارسم الودان. انا خلاص عرفتك ان الاخت ديت بتبص ايه اهو، الاخت ديت نفس دي بالظبط. ده اسمه الجستشر بتاعي. بس ده مش يعني ده البداية بتاعتي. طب وبعد كده، بعد كده مرحلة الكونستراكشن، مرحلة التأسيس، البناء بتاعتي، عشان خاطر أبدأ بعدها أحط الإيه الفيتشرز بتاعتي. مكان بقى التشيك بونز، العظمة بتاعة الخد، مكان الجو الفك بتاعي، مكان مش عارفة إيه البق فين. الكونستراكشن عامة زي ما قلت لك الاساس عشان خاطر ابدا ابني بعد كده. طيب الحاجات ديت مهمه جدا جدا، بس احنا بناخدها على سكيل صغير شويه اللي هو وش البني ادم. طيب هل ده هيفيدني وانا برسم جسم البني ادم؟ طبعا طبعا طبعا. انا دلوقتي عايز احدد البرسبكتيف بتاع الجسم ده، انا مش قادر اتخيل وسطها ده والقفص الصدري، انا مش قادر اتخيله هو شكله عامل ازاي. فبيقول لك ايه، حوله البوكس. انا حولته البوكس اهو. واحد يقول لي يا عم انت حولته بسهوله وبتاع مش عارف ايه. يا عم انا اخترت الخط بتاعي، واخترت ان ده اهو مكان الايه اتجاه الكتف بتاعي، واخترت الخط ده اللي هو الخط السنتر بتاعي، ولقيت ان الجزئيه ديت نازله كده. طب انت عرفت منين انها نازله كده؟ انا دلوقتي شايف ان الجزء اللي فوق ده لو جيت مثلته وقلت القفص الصدري بتاعي هيبقى بالمنظر ده. انا اوريدي القفص الصدري اصلا ربنا مخلقه ان انا اشوف الجزء اللي تحت وهو طالع لقدام، لان لو رسمت وش البني ادم كده رقبته بتبقى كده، دماغه بتبقى طالعه كده، رقبته راجعه كده، القفص الصدري طالع كده تمام، والحوض راجع كده. فانت اوريدي وانت باصص كده عليها فانت شايف القفص الصدري بالشكل ده، بس حولته في البرسبكتيف حولته لايه بالشكل ده. طب البلفس بتاعي او الحوض بتاعي منظره عامل ازاي؟ شوف هو اصلا مايل لايه لورا كده لتحت كده شويه. لو جيت حولته البوكس بتاعي هحوله بالمنظر ده، بالمنظر ده كده. ادي الريب كيج بتاعتي راجعه لورا وهنا راجع لورا، يعني الجزء ده راجع لورا من هنا والجزء ده راجع لورا من هنا. وبعدين عندي العمود الفقري بيلف حواليهم ورا كده. طبعا انت مش هتقدر تتخيله دلوقتي عشان خاطر الموضوع ما ايه ما يزيدش عليك يعني مثلا لو العمود الفقري بتاعي يبقى ماشي بالشكل ده كده تمام، وده الايه البلفس بتاعي لو هبدأ ارسمه على هيئة نص دايرة، وده العمود الفقري ورا اهو. طب هي الفكرة دلوقتي انا فهمت الحاجات دي كلها منين؟ هل عشان خاطر انا شاطر في الاناتومي، انا شاطر في جسم الانسان؟ لا، انا عشان خاطر قدرت افهم يعني ايه استخدم البرسبكتيف عشان خاطر يساعدني في ان انا ارسم جسم انسان، يساعدني في ان انا اقدر ارسم الجستشر بتاعي. يبقى زي ما قلنا برسبكتيف بيزكس الاساسيات بتاعتي، والاتنين دول ماشيين مع بعض. جميل. الرابن لاينز او الكيرفز اللي هي بتلف حوالين الاوبجكت، وفي نفس الوقت الاوفرلابس حاجة بتركب فوق حاجة، حاجة لفة حوالين حاجة مش لفة. يعني ايه ده التقاطع بتاعي؟ مفيش تقاطع هنا، ده حاجة مكملة وحاجة تانية ايه جاية ايه وراها. يعني مثلا في الجسم ده لو جيت بصيت هرسمه بالشكل ده كده، انا خلاص عرفت ان الريب كيج بتاعي او القفص الصدري طالع لقدام والحوض بتاعي راجع لورا. ده اللي طالع قدام وده اللي راجع لورا، يبقى معنى كده انها ايه مايله شويه لورا. طبعا انا شايفها هنا بس ده هيفيدني شويه وانا برسم. كيفيه استخدام اللاينز والكيرفز بتاعتك، يعني ازاي تقدر تستخدم الخطوط بتاعتك، وده انا اتكلمت عنه المره اللي فاتت. ازاي تقدر تستخدم الخطوط والمنحنيات بتاعتك، امتى اختار خط مستقيم، امتى اختار كيرف، امتى اختار اس
كيرف، الاشكال اللي حضرتك شايفها قدامك دي. الحاجات ديت مهمة قوي 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 عشان خاطر ابدأ اتعلم، مش يعني شوف ابدأ اتعلم وانا من غير ما اسرح. لان ناس كتير قوي قوي اول ما بتيجي تقول لها اتعلم جسم الانسان تلاقي فجأة اول حاجة راح وقام جاي داخل باصص على الفيديوهات وبعدين قال لك انا اول حاجة تعالى نشوف الرقبة بتترسم ازاي، الرقبة مش عارفة طالعة بالمنظر ده، طب شكلها كده معمول ليه؟ طيب انا عندي هنا رابطين كده تندنز اربطة هنا، وعندي مش عارفة جزء فاضي هنا، وعندي حتة طالعة من هنا قصة كده. طب بقى تفاحة ادم ديت بتترسم ازاي؟ طب احولها لبيزك شيب ازاي؟ تمام. ويبدأ يرسم مثلا الرقبة او يجي مثلا على شكل الدراع ويبدأ يرسم الدراع عندي يعني مليار مرة. تمام. يبدأ يرسم الدراع مليار مرة، وفي نفس الوقت هو ستيل بيرسم نفس الدراع بنفس الطريقة. يقولك ايوه العضلة دي وراكبة فوق العضلة دي وتحت العضلة دي في اربطة مش عارفة ايه، طب الشولدر ده مربوط مش. يا جماعة كل ده مهم ومفيد جدا، تمام، بس مش دلوقتي. مش دلوقتي. انت متخيل ان انا كل اللي عايزه منك تعبر لي عن الدراع بالشكل ده بس؟ انا مش عايز اكتر من كده. دي الجستشر ده الاولانيه. لان انت ممكن ببساطه شديده تسرح في ان انت تقعد تتعلم شكل الدراع عامل ازاي، وبعدين لا مؤاخذه شكل الدراع عامل ازاي، بس انت حرفيا فهمت شكل الدراع وهو كده. انت فهمت شكل الدراع وهو كده. انا عايزك يا عم ترسم لي الدراع وهو جنبها وهو ورا شويه. طب وهو جاي لي لقدام شويه. تبدأ تبص تلاقي نفسك قعدت في الدراع ديت سنة حرفيا بتتعلم شكل الدراع عامل ازاي من كل الاتجاهات. في حين ان انت لو عرفت الدراع ده البداية بتاعته فين ونهايته فين، العظمة اللي وراه ديت، طب والعضل دي متركب عليها ازاي، مش هتفرق معاك ساعتها ترسم بقى كتف من قدام، ترسم دراع من قدام، ايد من قدام. انت الحاجات دي كلها مش هتفرق معاك حرفيا، لان انت هتبقى خلاص انت فهمت كل حاجة. دراع من قدام انت فهمت كل شيء خلاص، عرفت الدنيا ماشية ازاي، ايه راكب فوق ايه، عرفت البرسبكتيف بتاعك، عرفت ان انا اقدر احول ده للسلندر، عرفت ان انا لما احوله للسلندر اقدر اخلي السلندر ده لو هو بالمنظر ده قدامي كده، لو هو انا شايفه بالمنظر ده، لو جه ورا شوية هنا ممكن هيقلب كده. شوف قلبت ازاي، هو ده جاي لي قصادي هنا، جاي لي ناحيتي شوية، رجع لورا اكتر هيبقى بالمنظر ده لان هبدأ اشوف دي. تمام. راح في الاتجاه ده، رجع ورا اكتر هبدأ اشوفه بالمنظر ده. ده فايدة البرسبكتيف، ده فايدة البيزك شيبس. ان انا قدرت بعد في حالة الكونستراكشن وانا بعمل كونستراكشن قدرت ان انا احول ده لجسم انسان. ازاي؟ قصدي احول ده الدراع بتاعي. انا خلاص عرفت ان الكتف هنا وديت لفة حواليها عضلة اهي. طب لو الكتف بالمنظر ده هنا، تمام، رجعت ورا شوية والله هتبقى ازيد شوية، وبعد كده العضلة هتبقى هنا بس الايد بتاعتي هتبقى بالمنظر ده. طب لو ورا خالص هنا والله هتبقى بقى اكستندد كده خالص والدراع رجع لورا بالمنظر ده. انت اللي بتعرف تنقل كل ده لما تبدأ تعرف البرسبكتيف بتاعك كويس، ازاي تبدأ تبسط الاناتومي بتاعك. انا عندي دراع مليان عضل وي وي وي، قدرت ابسطه لفكرة مجرد سلندر، عرفت احطها في كل حتة انا عايزها. طيب المفترض هل وانت بتتعلم الجستشر، سؤال مهم، وانت بتتعلم الجستشر بتاعك، وعشان برضو الناس ما تبقاش فيها يعني ما تسرحش قوي في فكرة الجستشر. هو الجستشر يا جماعة المقصود بيه ان انا زي ما قلت لكم امثل بس جسم البني ادم على هيئة خطوط وكيرفات، على هيئة خطوط وكيرفات بس. يا جماعة هي الفكرة في كده. ده الجستشر يا جماعة. انا كده عرفت ان شكل البني ادم اللي قدامي ده البوز بتاعه. خلاص انا عرفت ان ده البوز بتاعه. ده اسمه الجستشر يا جماعة. تمام. الجستشر اهي تمثيل الخطوط دي، ان انا امثلها والكيرفات ديت عشان خاطر تعرفني جسم البني ادم ده ماشي ازاي. طيب انا دلوقتي رسمت الجستشر وعملت رابن لاينز اللي هي اللي انا قلت لك عليها عشان خاطر يعرفني ان الشخص اللي قدامي ده دماغه راجعه لورا وايه، لان انا حولتها مثلا للسلندر هتبقى بالمنظر ده.
الريب كيج انا زي ما قلت لكم هو متشاف من تحت فيبقى بالمنظر ده. البلفس هو معمول كده على هيئة نص دايرة وباصص الناحية دي فهيبقى بالمنظر ده. الرجل ديت على هيئة سيلندر كده، طب هتبقى بالمنظر ده. ممكن ناس لسه ما تبقاش فاهم، عشان كده انا بقولك لازم ترجع للبيزكس بتاعتك، لازم ترجع ان انت تشوف الفاندمنتالز الاساسيات بتاعتك عشان تقدر ترسم جستشر كويس. طيب هل انا المفترض دلوقتي ادخل واقول لك الجستشر هيبقى ازاي؟ لا، احنا كده دخلنا في نص ساعة انا بحاول افهمك الدنيا هتمشي ازاي واستخداماتها واحنا بنحاول نرسم الجستشر. لو قلنا البرسبكتيف وانا برسم الجستشر بتاعي، هو بيعرفني بمجرد زي ما قلت لحضرتك انا برسم الوش بتاعي اهو، البرسبكتيف بتاعي انا عارف ان هو بالمنظر ده. لو جيت حولته البوكس، وده في حالة الكونستراكشن طبعا، لما اجي اعمل ايه تأسيس هيبقى البوكس بتاعي بالشكل ده. لو باجي ارسم الجستشر بس، ادي الرابن لاين ديت هتفهمني الدنيا ماشية ازاي. والرابن لاين هنا يا جماعة بتلف حوالين السفير دي معناها ان انا الشخص اللي قدامي باصص لفوق وفي تلت كده، باصص لفوق وفي تلت. يعني مثلا لو ايه، وتلت دي يا جماعة اللي هي مش 1/3، تلت دي اللي هي راجع يعني ايه دماغه متنية للجنب شوية. تمام، لان ده الكيرف ده اللي هتلاقي زي ما قلت لك عليه الحاجب، والكيرف ده نازل شويه كده، وهتلاقي هنا مكان الايه الودان، ودي الايه الدقن من تحت شويه. طيب البرسبكتيف بتاعي مهم جدا زي ما قلت لك عشان يحدد لي مثلا وانا برسم الايدين وانا برسم الرجلين، انا عندي مثلا ايه الرجل من تحت، مش الرجل كامله، القدم يعني من تحت هي ماشيه في الاتجاه ده. فانا مجرد ان انا اشوف مثلا رجل البني ادم وهي ماشيه من قدام، هي عباره عن مثلث كده. ده في الايه يا جماعه واحنا بنرسم الجستشر دي، كأن مثلا ايه ده الصباع الكبير اهو، تمام، ودي بقيه الصوابع بتاعتي، تمام، وده الجزء اللي في الجنب، وده الايه جزء الايه الانكل بتاعي. طب الرجل بتاعتي ديت لو اتقلبت مثلا بقت من الجنب فهرسمها بالمنظر ده. طب لو هي مثلا 3/4 يعني هي لا جنب ولا مش عارفه ايه، تمام، فهتبقى مثلا مرسومه، هتبدأ بقى تحولها زي المنظر اللي قدام حضرتك ده. دي الرجل بتاعتي لو انا مثلا بصة الناحية اللي هناك. طب انا عرفت منين؟ عادي يا جماعة، انا حولتها لشكل بوكس برضو، انا حولتها لشكل بوكس. مثلا ده الصباع الكبير بتاعي، دي كلها عشان خاطر ترسم لك الجستشر بتاعك. طب رجل مثلا واقفة بالمنظر ده هتعملها ازاي؟ كده، وادي الكعب بتاعي، وادي الصباع الكبير، وادي الصوابع الصغيرة. فهي الفكرة انت ازاي تبسطها على نفسك، بس في نفس الوقت الخطوط بتاعك والكيرفات دي تعبر لك عن شيء مهم. جميل، تعبر لك عن شيء مهم. هل ده الرئيسي في الرسم؟ يعني في ناس، انا برضه عشان الناس تبقى فاهمة، كل واحد يا جماعة وليه طريقة رسم الجستشر. في واحد يقولك انا هكتفي ان انا الدماغ ارسمها دايرة والرقبة خط. في واحد تاني يقولك لا، انا الدماغ هعرفهم بس الدنيا ماشية ازاي، والرقبة هرسمها كده، انا هرسمها كاملة. في واحد يقولك انا هعبر عن الدراع بس بخط واحد كده وخط تاني من تحت كده ادي دراع. واحد تاني يقولك لا، انا هرسم الدراع بالمنظر ده، هرسمه كامل يا عم الحاج. كل واحد ودماغه. طب في صح وفي غلط؟ لا، بس الاساسيات لازم تبقى صح. يعني ما ينفعش مثلا انا عندي الرجل اللي طالعه لقدام دي تبقى عامله كده، حضرتك مثلا راسم لي الجزء اللي ورا من الحوض بالمنظر ده، وعندي رجل ماشيه بالطريقه دي، وبعدين ابص الاقيك مثلا دي المفترض طالعه لقدام، وابص الاقيك عامل كده كيرف، لكن انت بتقول لي انها راجعه لورا مش طالعه لقدام. ما ينفعش تبقى الرجل التانية تبقى بالمنظر ده كده كده وتقوم جاي عاملها لي كده. ده كده انا مش فاهم حاجه، كده في حاجه غلط. واللي مش فاهم انا لسه شارح عشان خاطر كده وعشان خاطر كده. شكل السلندر بتاعي ده راجع لورا، اعتبر ان هو ده راجع لورا راح ناحيه هناك، وده طالع لقدام جاي ناحيتنا، فانا شايف الجزء اللي تحت ده. طيب انا مش هطول عليكم برضو عشان خاطر نبدأ في رسم الجستشر وناخد كذا، يعني ناخد ده الجستشر اللي قدامي ده الريفرنس اللي قدامي ده بالتفصيل، وفي نفس الوقت الفيديو الجاي هبدأ اتكلم ناخد ايه اكتر من حاجة ونبدأ نرسمها ايه بطريقة كويسة، نختار الخطوط بتاعتنا بعناية، نفكر كويس واحنا بنرسم. هي مش فكرة فرق يا جماعة ما بين ان انا برسم بسرعة وبين ان انا مستعجل. فاشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله.